كشفت تقارير صحفية عن وجود خلل في المنتخب الوطني السعودي بسبب المدير الفني للمنتخب المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني. وأثار المدرب الإيطالي مانشيني الجدل خلال الساعات الماضية بعدما كشف عن رفض 3 لاعبين المشاركة مع الأخضر في كأس آسيا 2023، واللاعبون هم سلمان الفرج، سلطان الغنام، والحارس نواف العقيدي، وقام باستبعادهم من القائمة النهائية. أصاب منتخب الجزائر محبيه وجماهيره بخيبة أمل كبيرة بعدما فرط في تقدمه 1-0 على منتخب أنجولا ليتعادل معه 1-1 مساء الاثنين في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار. نال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا جائزة أفضل مدرب في العالم لسنة 2023 خلال حفل جوائز ذا بيست الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مساء الاثنين في العاصمة الإنجليزية لندن. وتفوق جوارديولا في سباق الجائزة على مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاجي ومدرب نابولي السابق والمنتخب الإيطالي الحالي لوتشيانو سيباليتي. تفوق ميسي في سباق الجائزة على كل من النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وكيليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان. وكانت التوقعات تصب في مصلحة هالاند بعد موسمه الاستثنائي وقيادته مان سيتي لحصد الثلاثية التاريخية البريمير ليج، كأس الاتحاد، دوري أبطال أوروبا.